السلام عليكم وأهلا بكم. شهدت معظم مناطق المملكة منذ مساء أمس وحتى اليوم تساقطا لأمطار الخير والرحمة، وأشارت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس بمشيئة الله سيكون غائما مع تساقط أمطار قد تكون رعدية وهبوب رياح شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة أحيانا وتصل إلى قوية أحيانا، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر. كما ستتراوح درجة الحرارة بين 19 درجة مئوية نهارا و15 درجة خلال الليل. ولمعرفة المزيد عن أمطار الخير التي تعم المملكة معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الحجي، أخصائي في إدارة الأرصاد الجوية. مساء الخير وأهلا بك أستاذ. يسعد مساك، يا مرحبا، حياكم الله. طبعا بداية أستاذ أحمد، في ظل الأجواء التي تنعم بها المملكة، إلى متى ستستمر هذه الأمطار في البلاد؟ طبعا مثل ما تفضلت أخي الفاضل، طبعا سادت المملكة أجواء غير مستقرة يوم أمس وهذا اليوم، تراوحت طبعا دخلتها أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق، وبلغت كمية الهطول حوالي 12 ملم في نعم. مطار البحرين الدولي. وراح طبعا في بعض المحطات كانت تقريبا 20 ملم، وطبعا وراح تستمر معنا هذه الأجواء إلى فجر اليوم غدا. نعم. بعدها طبعا راح تتحول الطقس، بيكون الطقس غام جزئيا وبارد مع دخول الرياح الشمالية الغربية. نعم. للحديث أكثر في التفاصيل، توقعاتكم لحالة الطقس خلال اليومين القادمين؟ نعم. راح طبعا تستمر معنا الأجواء مثل ما قلت لك اليوم وهذه المساء إلى صبيحة يوم غدا، أجواء ماطرة تتخللها طبعا أمطار قد تكون رعدية نوعا ما. راح طبعا وعادة في طبعا ما تشهد المملكة مع دخول فصل الشتاء كمعلومات عامة للجمهور تقلبات جوية نتيجة المنخفضات التي تمر علينا على المنطقة، واللي طبعا تقابل جبهات هوائية باردة في طبقات الجو العليا، والرطوبة السطحية العالية تؤدي إلى تكون هذه الغيوم الماطرة، والتي تؤدي إلى أمطار قد تكون رعدية أحيانا في بعض الفترات. نعم. نعم، وراح تستمر معنا مثل ما قلت لك الأجواء إلى فجر اليوم، إلى فجر يوم غد. بعدين طبعا تتحول في الطقس إلى غام جزئيا، وراح يكون بارد مع دخول الرياح الشمالية الغربية على أجواء المملكة. نعم. نعم. يعني من باب أخذ الحيطة، هل هناك تحذيرات تودون أن توجهونها لمرتادي البر خاصة المخيمين وحتى مرتادي البحر؟ صحيح، راح طبعا تهيب إدارة الأرصاد الجوية مرتادي البحر والبر، وأيضا السائقين الكرام بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة آخر توقعات الطقس، لأنه طبعا تعرف الطقس راح يتغير بين فترة وفترة. نعم. فلازم يكونوا متابعونا عبر قنواتنا الرسمية. طبعا تمنين السلامة للجميع. طبعا نعيد ونكرر الأخوة مرتادي البحر وما ننصحهم أن يدخلون البحر. نعم. خاصة مثل هذه الأجواء. نعم. 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 الأستاذ أحمد الحجي، أخصائي في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا. كما ينضم معنا عبر الهاتف المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة مهندس، ولو تحدثنا عن الجهود التي بذلتها وزارة منذ الأمس وحتى هذه اللحظة في ظل عدم استقرار الأجواء. نعم. أول شيء أحب أشكركم لإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الجهود اللي قامت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والجهود الأخرى من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية اللي صراحة كلها تتعاون وتتضافر اللي من أجل يعني التعاون المعروف بين الهيئات والمؤسسات الحكومية. طبعا احنا منذ يوم الأمس كان الاستعداد، يعني كنا على أهبة الاستعداد العمل على قدم وساق. منذ يوم الأمس اجتمعنا مع فريق الأمطار في الوزارة. نعم. وحددنا النقاط اللي تم تحديدها في السابق، وجهزنا أنفسنا منذ البارحة. يعني احنا نعمل منذ الامس لليوم بدون توقف. اختي الفاضله، يعني فرق العمل والمهندسين والفنيين، وعلى راسهم امانه صاحب السعاده وزير الاشغال، فهو الان قاعد يدير العمليه معي شخصيا امانه مع فرق العمل. قاعد نعمل
واعتقد جهود الوزاره وجهود موظفين الوزاره باينه على يعني جميع الشوارع الرئيسيه الحمد لله وللمنه. يعني تم السيطره على جميع النقاط تقريبا اللي تجمعت فيها في المره السابقه بعض مياه الامطار، والحمد لله والمنه الشوارع الرئيسيه كلها نافذه وسالكه، الشوارع الفرعيه ايضا في المدن والازقه والفرجان كلها الحمد لله نافذه. هناك بعض النقاط اللي احنا نتعامل معها بشكل دوري ومتواصل لان تجمع فيها النقاط او تجمع فيها مياه الامطار، واحنا نتعامل معها بكل يعني حذر. الحمد لله المنه يعني حتى اليوم مياه الصرف الصحي، لان طبعا احنا عندنا يعني اهميه هي او مهمه هي مياه الصرف الصحي، ويعني اساسا نتاكد منها ان لا تختلط المياه الاسنه مع مياه الامطار، والحمد لله والشكر لله في وعي تام من المواطنين، واحنا نحب ناكد عليهم ايضا ان يا ريت ان يتقيدون ان ما يفتحون اغطيه الصرف الصحي، ولكن الحمد لله في تقيد، ما في شكاوى من هالناحيه، يعني مثل ما تشوفون يعني اي واحد مستخدم للطريق يشوف الشوارع البحرين الحمد لله كلها سالكه. نعم، هو فعلا جهد تشكرون عليه، ولكن هل هناك اي تعاون بينكم وبين اعضاء المجالس البلديه على هذا الصعيد؟ اختي الفاضل، احنا واعضاء المجلس البلديه والاخوه وسعاده الاخوه النواب نعمل كفريق واحد. وثقي تماما ان احنا عندنا يعني حتى مجموعه وجروب على وسائل التواصل الاجتماعي نتواصل على مدار مو ساعه، كل دقيقه في تواصل، في تحديد للنقاط، وفي تعاون، وفي تضافر للجهود، وهو نتيجه اللي نشوفه اليوم الحين في شوارع البحرين هو نتيجه تضافرنا وتعاوننا مع الاخوه اعضاء المجالس البلديه. وانا بصراحه يعني من خلال منبركم هذه احب ان اوجه لهم الشكر بصراحه، لان بتعاونهم وتضافرهم معنا يعني استطعنا لحد الان الحمد لله نسيطر على الوضع، مع ان المطر مستمر وراح يستمر ان شاء الله الى يعني وقت متاخر صباح قادم. نعم، سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.